انا اذكر حادثه ما انساهاش لما كنا اطباء امتياز قصر عيني في قسم حوادث. حكوا لي الحادثه الغريبه دي عن شاب جه محمول بحاله نزيف، حادثه عربيه، وجه الشاب ده في القسم الاسعاف قصر عيني ودخل مستعجل، كشف ولقوا فيه نزيف في الكلى، نزيف داخلي شديد، والخبطه جات له على طول ورا هنا، يعني عملت تمزق في الكلى ونزيف قاتل خلاص. فالمسألة ملهاش حل غير عملية، فتح على طول على الظهر وراحوا شايلين الكلية. فشوف بقى شاب في عز شبابه هيبتدي يعيش بكلية واحدة، لكن دوريا في الحالات اللي زي دي بتتحول الكلية إلى المعمل عشان تتفحص ويطلع عنها تقرير. فالتقرير كان مفاجأة غريبة قوي، إن هذه الكلية فيها سرطان وليد لسه بيبتدي ينمو. فحادثة غريبة تحصل في اتفاقا في اللحظة دي. لو كان الشاب ده ما عملش الحادثة بالعربية، لو كان الكلى دي ما اتشالتش، كان هينمو السرطان من غير ما يدرى. سرطان الكلى سرطان سايلنت كده، صامت، ما يبانش الا لما يكون خلاص خلص على الواحد. فكان هينمو هذا السرطان ويقضي عليه. فجت حادثة فتحت اتشالت الكلى، يكتشف صدفة ان هو الكلى دي فيها سرطان ابتدى ينمو. فاذا حتى لما الواحد يصاب بشر وما يعرفش حكمته ولا مبرراته وما يقدرش يشوف له وجه مفهوم، ما يصحش ان هو يستعجل على الحكم ويقعد يسب ويلعن، لازم يعلق الحكم. جايز زي ما قالوا، وانت بتقلب الصفحة بعد ايام، جايز بعد شهر، جايز بعد سنة، هتعرف حكمة اللي حصل وانه كان وراه خير كتير. وعشان كده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن حتى جايز حياة الدنيا كلها هتعدي من غير ما تكتشف الشر ده وحكمته، لكن بعدين في الآخرة لما تتفتح الدوسيهات ويبتدي التحقيق تعرف حاجات ما كنتش تعرفها، فعلا هتشوف ان كان فيه ضرورة ولزوم لكل الشرور اللي حصلت. فبحكم ان حياة الانسان ربنا اداله فرص لا نهائية، سواء كان في الدنيا وبعد كده بعد الدنيا يجي حشر ونشر وبعث وبعدين حياة أبدية، فإذا الفرص لا نهائية. جايز حاجة تحصل في الدنيا وتعوض في الآخرة، جايز يكون المرض كفارة ذنوب، ما حدش عارف، ما دي كلها الحياة مستمرة. بالنسبة للمؤمن ما ده الفرق الكبير، بالنسبة للمؤمن الحياة مستمرة، ما بتنتهيش بموت. ده الموت ده مجرد واحد بيخش يغير البدلة استعدادا للمثول بين يدي الملك، هي مجرد تغيير ثياب بس. فإذا الحياة بالنسبة للمؤمن شيء مستمر، وهي رواية تتعدد فصولا، فهو ما بيستعجلش، ما بيجيش من أول فصل ومن أول حوار بين اثنين ممثلين ويبتدي يسب ويلعن. لا، ده هو سواء كان أدرك الحكمة أو ما أدركش الحكمة بيقول كل اللي ربنا يعمله كويس، وبيقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هنا إيماء على إن في مسائل مغيبة عنه هتتكشف وهيتضح إن في حكمة وإن ربنا عادل ولا يشوب عدله شيء. هنا الدخول بقى قضية الإيمان، يعني عدل ربنا لا يمكن إطلاقا يتطرق إليه الشك، فدي قضية ومسلمة من المسلمات الأولى. طبعا ده الفرق بين موقف المؤمن والكافر، لأن هي الكافر ما بيبصش أبدا إلا عند رجليه، والحياة في نظره هي مجرد اللحظة اللي بيعيشها وما فيش بعد الموت إلا التراب. فإذا الحياة دي لازم نتقاتل عليها، والطبق والسهرة والسكرة دي لازم يتقاتل عليها، ما فيش غيرها. فهنا بيبتدي يحكم فورا، لأنه مش متصور إن فيه فصل تاني وثالث ورابع وإن الحياة مستمرة. فهي دي فرق بين موقف مؤمن وموقف كافر. أنا أذكر كلمة لأبو حامد الغزالي في الموضوع ده، الفيلسوف الإسلامي، بيقول فيها: لولا اعوجاج القوس لما رمت. لو كانت القوس دي مستقيمة ما كانتش هترمي. هو قصده يقول يعني ان العيوب اللي احنا بنشوفها عيوب، الاعوجاج ده حتى الاعوجاج له دور في كمال الوظيفة. وزي طيب حكاية لما تيجي تشوف صورة فبتقرب منها قوي وتبص لها كده اهو، فتقول يا ده ايه الوساخة اللي هنا دي، لكن لو رحت بعيد وبصت لها كده كشكل شامل هتلاقي ان الوساخة اللي انت تهيأ لك انها وساخة دي ظل ونور مع بعضها بتألف انف او مثلا حتة ملامح او بتدي تعبير. فاكن المسألة في النهاية النور بيكمل الظل والضلمة
الاسود بيكمل الابيض، والشر بيكمل الخير في الصورة الكلية لصورة الوجود. هو نفس القصة برضه، يعني ان لوحة الوجود كلها بتكمل بعضها، الخير فيها بيكمل الشر. لكن انت لانك قصير النظر وبصيت كده اهو قريب قلت ايه الغلب ده، انا طالع روحي، انت ايه يا رب بتعمل فيها ليه؟ لكن هو بقى لو انت بعدت وحاولت تبص للدنيا نظرة شاملة، نظرة بانورامية كده، هتلاقي الخير بيكمل الشر وعاملين مع بعض زي حكاية الظل والنور في الصورة. وبعدين بيقولوا زي ما بيقولوا القدماء بأضدادها تعرف الأشياء، ما كناش هنعرف الصحة لولا المرض، ولا النور لولا الظلمة. وبنقول في الأمثال برضو الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يرى إلا المرضى، فبرضه ما كانش ممكن هنعرف الشيء إلا بضده. وحتى لو الدكتور قال له ما فيش فايدة ووجد انه هيعاشر المرض ده طول عمره، فيقول عسى ان تكون كفارة ذنوب ويبقى لي عند ربنا في الآخرة عوض. مما يذكر ايام النبي عليه السلام جات له امرأة مريضة بالصرع وسألته ان يدعو الله لها فتشفى، فأطرق النبي عليه السلام هنيها وبعدين قال لها أتصبرين ولك الجنة؟ فقالت له أصبر ولكن ادعو لي حتى لا أتكشف، يعني ما بيجي لها نوبات الصرع وتشلح نفسها وكده، فقالت له بس ادعو لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. طبعا الحديث واضح أن النبي أطرق هنيها لغاية ما الوحي بلغه بأن الصابر في هذه المسائل، الأمراض اللي بتيجي كضربة قدر ولا علاج لها، الصابرين لهم الجنة. وطبعا لهم الجنة بحكمة واضحة، إن يعني أنت ما دام ما حسبتش ربنا وهو كمان ما يحاسبكش، فيدخلون الجنة بغير حساب. كلمة اللي قيلت على الصابرين كلمة لها حكمة ومعقولة فعلا. لكن طبعا ده الصبر يعني مش، ما هو الصبر مع القبول، يعني معنى الوحيد للصبر يعني الصبر مع الحب والقبول، مش تقول اديني صابر اهو بقى ما يلا بقى اديني صابر، لا ما يبقاش صبر. الصبر الحقيقي الصبر مع الابتسام والثقة بالله والثقة في عدله والسكينة من جوه هنا والمعاملة الطيبة للناس. انما اللي هو قاعد يكظم وهو في النهاية عمال في اي مناسبة ينفجر في العصبية والانفعال ومش عارف ايه، ما هوش صبر، ما يبقاش صبر، ما هوش الصبر اللي ربنا اراده. لان الصبر ربنا اراده هو صبر القبول والثقة في عدله. فقلنا بقى ان موقف المؤمن في هذه المسائل انه بيبص لان الحياة ما هيش مجرد ايام الدنيا، لا ده الحياة ممتدة، في موت وبعدها بعد الموت في بعث وفي حياة وفي خلد بعد كده. فايه يدعي ان هو ينفعل ويسب ويلعن وياخد موقف ويتعدل الاحكام؟ فهو نظرته هي نظرته عميقة وبعيدة بتعدي الافق خالص. انما الكافر الملحد بيبقى موقفه مختلف خالص، لانه بيبص المسألة ما بيشوفش الا تحت رجليه فقط، ثم ملوش معتمد ولا مستند في الحياة الا ايه دراعه ورصيده في البنك. فاذا بطرت دراعه وضاع رصيده في البنك يطيش صوابه خلاص، تنتزع روحه من الجذور. ثم بالنسبة لواحد بلا ايمان مرض زي ده يبقى كارثة لا لها تفسير ولا لها حكمة، وهي تبقى بالنسبة له مجرد نوع من الفوضوية والعبث ونوع من الظلم المطلق. ودايما إذا كان الإنسان هيواجه حاجات زي كده بلا إيمان بالمرة بينتهي الموقف بأنه هو يبلع له أنبوبة أسبرين أو ينتحر، ونقرأ في الجرايد انتحر بسبب مرض مزمن. فده فرق الكبير بين موقف المؤمن وبين موقف الملحد. وهي دي يعني عظمة الإيمان في أنه ممكن إنسان بفضل الإيمان يشيل أحمال أضعاف ما يستطيع أن يحملها الإنسان الملحد، لأن نظرته بعيدة ورؤيته كبيرة وفهمه
أكبر من فهم وتصوره أكبر من تصور الإنسان الكافر المحدود اللي يدوبك بيعيش في لحظته لحظة بلحظة لحظة بلحظة، والنتيجة إنه بيعيش في توتر دائم توتر دائم وفي حسرات متلاحقة. يدوبك بيفرح لحاجة وبعدين تروح من إيده ويتحسر على حاجة تانية نفسه فيها وما يلاقيهاش، ويعيش حياته كلها حسرات. إنما المؤمن شيء مختلف. المؤمن حقيقة بيعيش ومن جوه هنا زي ما بيقول العارفين: لا تزلزلوا الزلازل ولا تحركوا النوازل. بيبقى ساكن 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 سكون البحر مهما اعتمل في داخل هذا البحر من صراع ومن حيوات لا نهاية لها. وده يدينا مثال عظيم على دور الإيمان في الحياة السوية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.